عمدة يا عمدة. نعم يا نرمين. شايف الفيديو اللي انا بحطه لك ده؟ صراحة نفسي اكل حاجة حلوة والايد دي سهلة وسريعة ومكوناتها بسيطة كلها موجودة في البيت. دي فيها لبن واحنا هنصوم بكره. ماشي، ما هناكلها النهاردة. اوكي ماشي، لو هتعملها دلوقتي ماشي، يلا بينا يلا بينا. هناكلها النهاردة وهتخلص معانا في 5 دقايق. يلا نجرب يلا. يلا بقى، كل سنة وانتم طيبين بمناسبة الصيام، وتعالوا نعمل حاجة حلوة سريعة. دي اخر حاجه افطار لمده شهرين، يلا بينا. بص بقى معايا، انت اللي هتقلب. طبعا، ما انت في التقليب ما تلاقيش احسن مني. هو ايه كل ازازه اللبن دي؟ احنا هنحط كل اللبن ده؟ احنا هنحتاج 1.5 لتر حليب، يعني 6 كوبايات. ماشي، حاجه جميله قوي. 6 كوبايات حليب. انت جاي ليه يا انطونيوس؟ عايز تتفرج ولا ايه؟ دي اول كوباية. طيب 2. هي دي قد ايه الكوبايه دي؟ دي كوباية 200 مللي، 210 بالظبط. طب ما تحط منها، احط اللتر ونص على طول. عامة انا نسيت انا حطيت كام كوباية. 3 دي الرابعه. 4. هلا انا مركز، خلي بالك. لا البتاع ده 150 مللي تقريبا. 5. 6. تمام. 6 كوبايات حليب، يعني 1.5 لتر حليب. ماشي، حط يا ريس. وهنحط عليهم كوبايه سكر. اتفضل يا ريس. ونديهم تقليبه حلوه بقى. قلبوهم. عايزين تدفوا الحليب وتدوبوا فيه السكر اوكي، بس انا كنرمين انا بحب الخطوه اللي جايه، لو انا سخنته هتقرفني، فانا ما بحبش اعرف نفسي، نقرف عماد. وهنجيب حله ونحطها على النار، ومعايا هنا 150 جرام زبده، يعني 3/4 كوبايه زبده، وممكن تستخدموا سمنه لو انتوا عايزين، بس الوصفه الاصليه بيستخدموا زبده، بس احنا مش هنعقد الدنيا. طبعا اللي يشوف الوصفه دي يلحق يجربها دلوقتي، خلاص الوقت بيجري. بصوا، هندوب الزبده. قلب انت السكر والحليب، لازم نشغله. اهدي النار بس عشان الزبده بتاعتي ايه ما تتحرقش ولا حاجه. طبعا في ناس بتسال انا ليه بظهر عندها في الصفحه بتاعتها، هي عشان تعبانه الفتره دي، كتفها وجعها، فانا اللي بقوم بكل المهام الشاقه مثل التقليب والرفع والشيل والحوارات دي يعني. معلش يا جماعه، بعمل علاج طبيعي على كتفي والدنيا مش احسن حاجه يعني. وانا صوتي وجعني، مش عارف مين حاسدني في الصفحه دي. يقول لك المطبخ شقه، المطبخ ده حاجه مسليه جدا بامانه. انا هتعلم الاكل الفتره اللي جايه يا شقه نرمين. انت هتنافسني بعد كده ولا امال ايه؟ انا هفتح قناه الشيف ده، هم عندي في الصفحه اطلقوا عليا لقب شيف عماد خلاص. ده بيحبوك يا عماد، فعشان كده وبيقولوا لك كده. صدقيني، ايوه. في حاله محبه عاليه في الصفحه ليا، خلي بالك يعني. ما عدا كام قرشانه كده مش قادر عليهم انا. عيب يا بابا، مش بنقول على الناس قرشانات، عادي يعني. على فكره انا احيانا برد باسم نرمين عشان الناس ما تستغربش من التعليقات. انا لما بقعد ابص على ردوده وهو بيرد على الناس، يا لهوي، بقول يا عماد انا مش برد كده، حرام عليك. حط الدقيق عسل، حط الدقيق. خلاص الزبده ساحت، هنحط كوبايه دقيق. يلا اديها. قلب بسرعه طبعا، صح؟ قلب ماشي. نرمين ده لزق. هيفك دلوقتي يا عماد، ما تقلقش. ماشي. مالك يا عماد متضايق؟ انت فصلته. لا ما فصلتوش، بس هو طب اتقلب لك انا طيب؟ ده محتاجاك انت البتاعه دي بصراحه. الرجاله ما عندهاش خلق. مش ما عنديش خلق، الموضوع يعني خايف يتحرق مني وتقول انت اللي بوظت السهره وانت اللي عملت كل حاجه وبوظتها. لا مش هيبوظ. هي دي اصلا بتتاكل ساعه ولا سخنه يا نرمين؟ لا، اللي انا شفتها بتتاكل سخنه، فانا سخنة. عشان كده هناكلها على طول سخنه. والناس اللي بتحبها تاكلها ساعه مفيش مشكله، تحطها في التلاجة شويه. هي بمعنى اصح هي عباره عن بشاميل مسكر. ايه يا نرمين الحرق ده؟ مش بحرق، دي طبيعي يعني. احنا زبده ودقيق وسمنه وسكر وشويه فانيليا عشان الريحه وخلاص. بصوا معايا، شايفين بدات ايه تغلي، فنبدا نحط دي تقليبه بقى للسكر. حاضر يا ريس. سنكس وادلق بقى كله مره واحده؟ كله مره واحده، عيب عليك. حاضر يا ريس. يا سلام. طب يا سلام. ما لحقتش انتصر. ما لحقتش. هات المضرب يا عماد. اتفضل يا ريس. منديل بقى عشان نمسح الزلوطه اللي انت عملتها لنا دي. حاضر يا ريس. معلش بقى يعني ايه. وانا اللي قلت ان شاء الله انا هفلح في حاجه مفيش فايده برضه. لا يا عماد انت فالح يا روح. فين ده بس؟ ما انا اهو دلقتلك شويه بتاع زلوطت الدنيا. لا عادي، كلنا بنزلوط. وهنستنى بقى لغايه اما يغلي ولا هنعمل ايه؟ استنى لغايه لما البشاميل بتاعنا يتقل. يعني انت هتقلبي ولا اقلب انا؟ وانت لو قلبت احسن، بس يعني خليك حنين على الحله. اوكي. طب انا هقلب بصباع واحد عشان خاطر الحله بتاعتك دي غاليه عليكي.
حلو كده. طب ما تجيبي واحد اللي هو فيه كاوتش. كل ما بجيبه بيبوظ، الاقي السيليكون اللي فيه اتقطع. انا عايزه، انا طالبه واحد من شيء ان لسه ما جاش. يا لهوي، هطلبه واحد من الصين يخرب عليك يا نرمين. لا في حاجات انا طالباها من شيء صراحه. الله يسهل لك يا عم، ماشيه معاكي. حاجات في المطبخ برضه. الله يسهل يعني لك. حتى لما باجي بطلب للمطبخ. طب ما تمسكي ونقلب باللي معاكي دي. ماشي. انا بعرف اقلب كويس بالاسباتولات. طب طب ثانيه تطلع الحاجات اللي هنا. وعلى فكره ممكن في الخطوه دي تدوقوا وتشوفوا محتاجين سكر زياده ولا لا، لان في ناس بتحب الحاجات مسكره زياده. احنا ما بنشربش سكر، فعشان كده الموضوع مش فارق كتير. بالظبط. بصوا يا جماعه، ده القوام اللي احنا عايزينه. بصوا شايفين القوام كريمي ازاي؟ فهو كده قوام ممتاز. نطفي بقى البوتاجاز بتاعنا ده. يبقى احنا هنجيب صينيه مدهونه زبده ونفضي فيها الخليط على طول. فضي يا نرمين. بس نحط، فضيها كلها يعني، هتاخدها مرتاح. فضي. نحط. مش عايزه اقول لكم ريحتها حلوه قوي. هي هتاخدهم بس كفايه. هنروح نحطها في الفرن على الشوايه لمده 5 دقايق كده لغايه لما تتحمر وارجع لكم تاني. ماشي يا نرمين، نفتح الفرن بقى. انت شغلت لنا الشوايه اصلا؟ انا مش عايزه الفرن يا عمي. شغل الشوايه بقى يا عمي. حاضر يا ريس. ده شكلها بعد ما خرجت من الفرن وانا متفائل. وسبتها تبرد 10 دقايق. فتعالوا بقى نقطعها. انا عايز ادوق كده. المفروض بناكل من الصينيه مش بنقطعها. لا بتتقطع بامانه بناكل من الصينيه. هي اصلا هتبقى سايحه ونايحه. ما عشان كده بقولك ناكل من الصينيه، مش من هنطلعها. الصينية؟ يا عماد نطلع حته يا عماد. يا بنتي ناكل من الصينيه دي نايحه. ما هي نايحه انا عارفه. طب ما انا قلت الكلام ده. طيب ماشي، ما هي كانت عايزه تبرد شويه بس يعني ايه. طب انا هدوق دي وانت خلاص ما تطلعيش تاني، دي فيها حته. احنا بقى هنجرب عشان نعرف حلو ولا مش حلو. اطلعي فوق. هات ناخد بالحته دي بقى شويه كلها طعمها على بعضيها كده. ورينا. بصوا اهي. شكلها جميل بصراحه. ادوق بقى. حلو قوي. تصدق كمان الوش المحروق ده طعم جامد قوي. ده طعم حلو قوي. خد يا توته. بجد طعمها جميل. خد يا قلب ماما. حلو يا توته على فكره. طعمها حلو جدا. عارفين بشاميل مسكر كده ولذيذ. بامانه عجبتني. تعرفوا الرز بلبن هو ميكس بين الرز بلبن والبشاميل. لا هو فعلا على فكره ده الكريمه اللي بتبقى زي اللي حوالين الرز بلبن. احنا هناكلها كلها في التصوير. هناكلها كلها. مش انا اللي نفسي اكل حاجه حلوه. انا عجبتني. ده كان الفيديو اللي معانا النهارده. اتمنى طبعا لو عجبكم الفيديو تشتركوا معانا في القناه، تعملوا فولو للصفحه، ونشوفكم مع فيديو جديد. باي باي.